3 يناير 2026. في أعماق فويرتيتيونا رئيس فنزويلا يعتقد إنه في أمان تام. الحصن أدى نيكولاس مادورو ثقة في نفسه، كان حاسس بالأمان هناك. كان في دفاعات كتير وطرق هروب كتير وحراس وأنظمة أمان كتير، وكل ده معمول مخصوص علشان حمايته. كان غلطان جدا. فوق البحر الكاريبي أكثر من 150 طيارة أمريكية بالفعل في طريقهم لمجال كاراكاس الجوي، بما فيهم بعض من أفضل مقاتلات الشبح في العالم، وقاذفات هجومية ومنصات الحرب الإلكترونية وطائرات الهليكوبتر الهجومية اللي أقلعت من 20 قاعدة مختلفة في نصف الكرة الغربي قبلها بساعات قليلة. الدكتاتور فاضله بالضبط 2 ساعات في الحكم. دي كانت طريقة تنفيذ الجيش الأمريكي لعملية العزم المطلق. الهدف كان الخليفة اللي اختاره هوغو تشافيز بنفسه، نيكولاس مادورو. مادورو بدأ من بدايات بسيطة، كان سايق أتوبيس في الأول، وبعد كده بقى زعيم نقابة عمال واكتسب قوة ونفوذ كبيرين. خلال فترة حكم تشافيز بقى رئيس الجمعية الوطنية وبعدها وزير الخارجية وفي الآخر بقى نائب الرئيس، وقبل ما يمسك حكم البلد بعد وفاة تشافيز في 2013. ومن هنا بدأ الانهيار التدريجي لكن الحتمي لدولة أمريكا الجنوبية. أقل من سنة بعد ما استلم مادورو الحكم واجه موجة كبيرة من الاحتجاجات لما الناس عبروا عن مخاوفهم وإحباطهم بسبب النقص وتدهور مستوى المعيشة، وطالبوا الرئيس إنه يستقيل. الاحتجاجات دي بسرعة اتحولت للعنف، وحصلت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والجماعات شبه العسكرية المؤيدة للحكومة اللي معروفة باسم الكوليكتيفس. 43 شخص اتقتلوا واتصاب مئات غيرهم، واتقبض على حوالي 4000 واحد. وفي السنين اللي بعدها الأمور بس ساءت أكتر. مأخوذ بالسلطة ومش مستعد يسيبها بأي شكل، مادورو أسس حكومة استبدادية، وكان دايما بيلجأ لأساليب غير قانونية وملتوية عشان يفضل مسيطر على البلد، زي التزوير في الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد والرقابة. مستوى المعيشة فضل ينخفض، وآلاف المدنيين اتقتلوا وملايين غيرهم هربوا من البلد. الوضع وصل لمرحلة الانفجار في 2024 لما مادورو أعلن فوزه في انتخابات الرئاسية، واعتبرها مراقبي الانتخابات وجزء كبير من المجتمع الدولي وكمان ملايين المواطنين الفنزويليين إنها مزورة. في المرحلة دي كان في اعتقاد قوي إن السواق الأتوبيس السابق كان متعاون مع الكارتلات وبيصاحب جماعات تهريب المخدرات زي كارتيل دي لا سوليس أو كارتيل الشمس. مش بس هو أشرف على أكبر انهيار اقتصادي في تاريخ أمريكا الجنوبية، لكن كمان حول البلد لمؤسسة إرهابية مرتبطة بالمخدرات وبيساند نفس العصابات الإجرامية اللي بتشارك في تهريب المخدرات عبر أمريكا الجنوبية والكاريبي والحد الولايات المتحدة. وده ما ينفعش يستمر. الموضوع ما كانش بس مسألة ديمقراطية أو عدم شرعية انتخابية، ده كان عن أمان واستقرار نص الكرة الغربي كله. في 2020 أمريكا حطت مكافأة $15 مليون على رأس مادورو. في 2025 زودوها ل$25 مليون، وبعدين ل$50 مليون، وبعدها بكم شهر بعد كده واشنطن كانت يائسة تشوف حكم مادورو بينتهي بأي وسيلة كانت، حتى لو ده معناه إنها تبعت جنودها بنفسها عشان تشيله بالقوة من الحكم. ما كانش ينفع تكون غزو تقليدي. فنزويلا يمكن ما عندهاش قوة عسكرية زي أمريكا، بس لسه عندها مئات الآلاف من الجنود في الخدمة وملايين من أفراد الميليشيات جاهزين للتعبئة. حرب شاملة بين البلدين كانت حتؤدي تقريبا بشكل مؤكد لعدد كبير من الضحايا من الجانبين وكمان كارثة إنسانية. وبما أن في احتمال أن الوضع يطغى تماما على عقد كامل من التدهور اللي فات، كان الخيار الوحيد هو عملية انتزاع دقيقة. القوات الأمريكية كانت لازم تتحرك بسرعة وكفاءة وتخترق دفاعات فنزويلا وتلاقي مادورو وتشيله، وكل ده في ليلة واحدة بس استخراج رئيس دولة محاط بحراسة مشددة من عاصمته مش هيكون سهل. مادورو كان متحصن في القلعة اللي كان بيسميها بيته، فويرتيتيونا. إنك تسمي المكان ده قاعدة عسكرية يبقى أنت بتقلل من حجمه. هو أشبه بمدينة جوا المدينة. ده القلب النابض للآلة العسكرية الفنزويلية، في مقر قيادة الجيش، وزارة الدفاع، وسكن الرئيس نفسه. لوجود مباني كتير، مخارج ومداخل محروسة، بيوت آمنة، طرق هروب للطوارئ، جدران عالية حوالين المكان، ومدافع مضاد للطائرات. المكان ده معمول عشان يكون منيع.
هنا كان مادورو وأقرب حلفائه بما فيهم زعماء المخدرات ومجرمي الكارتيلات عايشين حياة رفاهية في الوقت اللي أغلب الشعب كان بيعاني وبيجوع. بس مادورو كان عنده وسيلة أمان ميكانيكية مخصوصة، غرفة آمنة محصنة. لو قدر يدخل جوه يمكن يقدر يكسب وقت كفاية عشان يخطط للهروب، أو يأمل إن التعزيزات توصل وتنقله لمكان تاني. لو الأبواب المدرعة التقيلة دي اتقفلت، عملية الإنقاذ السريعة هتتحول لحصار طويل ودموي. المهمة هتفشل. قوة دلتا لازم توصل له قبل ما الأقفال تتكفل. مع ذلك تنظيم عملية معقدة بالشكل ده مش حاجة سهلة. ده بيتطلب تخطيط دقيق جدا ومفصل لغاية أصغر التفاصيل. عشان يهزموا الخزنة أمريكا كانت محتاجة بيانات، فعشان كده في أغسطس 2025 أمريكا بدأت تشتغل. CIA دخلت وحدة بهدوء لفنزويلا بمهمة حساسة، وهي جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مادورو. واستخدموا كل حاجة من مراقبة الطيارات بدون طيار على ارتفاع عالي لحد استخبارات الإشارات. الولايات المتحدة كانت محتاجة تعرف كل حاجة، هو بينام فين، بياكل إيه، بيصحى إمتى، كل تفصيلة كانت مهمة. الوحدة كانت مكلفة كمان برسم صورة تفصيلية جدا عن فويرتي تيونا. لو الولايات المتحدة كانت هتقدر تقبض على مادورو بنجاح، كان لازم تعرف كل شبر في الحصن. فعشان كده قضت شهور مش بس بتجمع معلومات، لكن كمان بتبني نسخة طبق الأصل من بيت مادورو الآمن. الوحدات النخبة كانت بتقضي أيام ورا بعض بتتدرب في المكان ده، وبتحفظ كل جزء في تصميم المبنى عن ظهر قلب. حفظوا كل زاوية عمياء، وتعلموا كل نقطة اختناق قاتلة، وعرفوا بالضبط عدد الخطوات من سرير مادورو لغاية الخزنة. عدت شهور، وفي الوقت اللي كانت فيه قوات النخبة بتتدرب سرا على الهجوم على مجمع مادورو، كانت أمريكا بتضغط على الرئيس الفنزويلي علنا. جمعت أسطول بحري ضخم على سواحل البلد، وكان فيه أكبر سفينة حربية في العالم، حاملة الطائرات USS جيرالد آر فورد، اللي بتقدر تشيل لحد 90 طيارة وحوالي 4600 بحار. الأسطول الأمريكي نفذ ضربات كتير على سفن يشتبه إنها بتهرب مخدرات قبالة سواحل فنزويلا على البحر الكاريبي. مادورو في نفس الوقت فضل متحدي وبيعلن تصريحات جريئة قدام الناس عن إنه حيدافع عن بلده ضد أي تهديد، حتى لو كان ورا الأبواب المغلقة. بس هو كان عارف إنه أيامه في الحكم معدودة، وقبل نهاية عام 2025 بشوية مادورو اتعرض لإنذار أخير. الرئيس ترامب كلمه بنفسه وطلب منه يستسلم أو يواجه العواقب. مرة تانية مادورو رفض ينفذ الكلام، وبعد 7 أيام في 2 يناير اللحظة اللي أمريكا كانت مستنياها أخيراً وصلت. الساعة 11:46 مساء بتوقيت المحلي. بعد فترة من الجو السيء السماء هديت وبقت صافية. يا دلوقتي يا عمره ما هيحصل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيصدر الأمر. في لحظة أكثر من 150 طيارة أمريكية طلعت في السماء، من ضمنهم أحدث الطيارات المقاتلة زي لوكهايد مارتن F-35A لايتنينج 2 و F-22A رابتور، وكمان طيارات الحرب الإلكترونية زي بوينغ AA-18 جي جراولر، وقاذفات أسرع من الصوت زي روكويل B-1B لانسر، وطيارات الإنذار المبكر زي جرومان A-2D. طائرات التزود بالوقود من نوع هوك آي كمان أقلعت من المدارج، ومعاهم هليكوبترات شينوك وبلاك هوك، وعدد كبير من الطيارات بدون طيار زي لوكهيد مارتن RQ-170 سنتينل. عملية الحسم المطلق بدأت، لكن عشان يوصلوا الدلتا فورس لحد باب الهدف كان لازم أمريكا تشل حركة المدينة الأول. عملاء الولايات المتحدة ومن ضمنهم فرق القيادة السيبرانية وقيادة الفضاء استخدموا تقنيات سرية عشان يقطعوا امدادات الكهرباء عن المدينة. قبل الساعة 2 صباحا بقليل بتوقيت المحلي، كاراكاس عاصمة فنزويلا غرقت في الظلام، مش تدريجي، مش حي ورا حي، فجأة وفي نفس اللحظة كل مناطق المدينة غرقوا في الظلام. مع تعطل شبكات الكهرباء شاشات الرادار بدأت تومض وتتعطل، الاتصالات انقطعت، أنظمة الدفاع الجوي فقدت الرؤية، وفرق التشغيل بدأوا يهلعوا. اللي جاي دلوقتي هو أخطر وأشهر عملية عسكرية من وقت ما فريق سيل تيم 6 هاجم مجمع أسامة بن لادن في باكستان وقتل زعيم القاعدة سنة 2011، وما فيش رجوع دلوقتي. رأس الحربة في الهجوم القتالي كان طائرة بوينغ AA-18 جي جراولر. هم بيستخدموا أنظمة التشويش التكتيكية المتطورة بتاعتهم عشان يغرقوا المدينة بموجات كهرومغناطيسية غير مرئية، وده بيخلي محطات الرادار تتلخبط.
وبيقطع أي شبكات اتصالات ممكن لسه شغالة على الأرض. الدفاعات الجوية بتاعت فنزويلا اللي بتشمل بطاريات صواريخ سوفيتية S-300 أرض جو، وكمان منصات بوك M2 الروسية متوسطة المدى، وبطاريات بتشورا 2M بصواريخ إجلا S المحمولة قصيرة المدى، كلها اتعطلت. أنظمة زي S-300 ممكن تكون بقالها كذا عقد، بس لسه قوية كفاية إنها توقع طيارات العدو. وأثناء ما الجراولرز لسه بتشوش على الدفاعات، الطيارين المقاتلين بيعدوا بسرعة فوق المدينة وبيضربوا منشآت عسكرية كتير وأهداف استراتيجية تانية جوه وحوالين كاراكاس، زي قاعدة ميسيتا دي مارمو البحرية، وميناء لالوجويرا، وقاعدة لاكولوتا الجوية، ومحطة بن أمريكان الفرعية، وهوائيات الفولكان، ومرصد كاجيجان. دي سلسلة من الضربات الدقيقة والمحسوبة بعناية على شبكة الدفاع في البلد، متصممة علشان تلغي قدرة فنزويلا على الدفاع عن نفسها وتسبب ارتباك وفوضى في صفوف العدو. وأهم حاجة من كل ده إنها تمهد الطريق للهليكوبترات وفرق العمليات الخاصة علشان يدخلوا وينفذوا عملية الاستخراج. دفاعات كاراكاس الجوية اتعطلت، درع المدينة اتكسر. المدينة ممكن تبقى ضلمة وساكتة للحظة، بس في ثواني الدنيا هتتقلب. دلوقتي مادورو وحراسه أكيد بقوا عارفين اللي بيحصل، بلدهم تتعرض لهجوم. ومسألة وقت بس قبل ما القوات الأمريكية تقتحم مجمع فويرتيتيونا. الولايات المتحدة عارفة إن مفيش ثانية واحدة ينفع تتضيع. نجاح أو فشل العملية كلها بيتوقف على الدقايق الجاية، لأن ده كل اللي يحتاجه مادورو عشان يختفي جوه خزنة حديدية أو متاهة من الأنفاق أو المخابئ تحت الأرض، أو حتى يركب طيارة ويهرب للبلد. وفي الوقت ده أحسن جنود المدربين وحراس الكوبيين النخبة هيحاولوا يوقفوا الهجوم الأمريكي لحد ما يقدر يهرب. لحسن الحظ أمريكا بعتت أحسن ناس للمهمة دي، ومن ضمنهم عناصر من دلتا فورس اللي هم من أكتر العسكريين تدريباً وكفاءة في العالم، اللي راكبين الشينوك والبلاك هوك وبيقتحموا فورتيتيونا على طول. هم مش بيدوروا على مدرج أو محبط طيارات، هم ناويين ينزلوا الركاب بتوعهم على باب بيت مدوروا الآمن. الحراس الفنزويليين مستنينهم، وهم بيضربوا نار بشكل عشوائي في السماء. قدروا يصيبوا واحدة من الهليكوبترات، بس الإصابة ما كانتش كفاية علشان يوقعوها. الساعة 2:01 صباحا الجنود نزلوا بالحبال جوا المجمع. دي لحظتهم، ده اللي اتدربوا عليه، وده اللي كل الأسابيع والشهور من التخطيط والتحضير كانت بتجهزهم ليه. بيتحركوا بسرعة ودقة وانضباط غير عادي. عناصر دلتا فورس نزلوا على الأرض وجروا ناحية بيت مادورو الآمن. فعلوا نظارات الرؤية الليلية وأجهزة الرؤية الحرارية. دخلوا المجمع اللي كان ضلمة تماماً وقربوا من أول باب من أبواب حديد كتير كانوا متوقعين يلاقوها. عناصر دلتا استخدموا متفجرات اقتحام علشان يفتحوا طريقهم لجوا، وهم بيتحركوا بسلاسة من ممر لممر ومن أوضة لأوضة. الفريق استفاد كويس جدا من الساعات الكتير اللي قضوها في التدريب في القاعدة المطابقة للموقع. مع ان دي أول مرة ليهم في فورتيتيونا، بس هم حاسين انهم عارفين المكان زي كف ايديهم، متوقعين كل ركن وكل باب وكل نقطة ضيقة. وبفضل معلومات المخابرات الأمريكية، العناصر كمان عارفين بالظبط مادورو ممكن يكون فين في اللحظة دي، وبيتحركوا بسرعة ناحية أوضته اللي بينام فيها. بس مش مسموح لهم يتجولوا بحرية في القصر الرئاسي. حراس مادورو النخبة اللي فيهم فنزويليين وكمان عشرات الكوبيين المدربين كويس جدا جاهزين ومستنيين يدافعوا عن المكان ويصدوا الهجوم الأمريكي. لكن دلتا فورس بيقربوا أكتر وأكتر من مكان مادورو، وكل ثانية بتعدي حراسه يا إما بيهربوا يا بيستسلموا يا بيتصفوا واحد ورا التاني. وفي آخر لحظة مادورو ومراته بيجروا بسرعة على غرفة الأمان، وحراس الرئيس اللي فاضلين بيقعوا واحد ورا التاني على الأرض، وصوت الرصاص والانفجارات حوالين القصر. مادورو كان على بعد سنتيمترات من أنه يدخل غرفة الأمان اللي معمولة من الفولاذ ويقفل الباب وراه لما عناصر دلتا فورس أخيرا مسكوه. بس حتى بعد القبض على الرئيس الفنزويلي المهمة لسه مخلصتش. مادورو ممكن يكون اتقبض عليه، بس لسه محتاجين يخرجوه. عشان كده عناصر دلتا ربطوا ايدين مادورو بأربطة بلاستيك وحطوا كيس على راسه وجروه ناحية نقطة الإخلاء المحددة اللي على بعد نص العالم. دونالد ترامب وأقرب مستشاريه منهم مدير CIA جون راتكليف ووزير الخارجية ماركو روبيو بيتابعوا الموقف وهم بيتفرجوا على اللي بيحصل. من منتجع الرئيس مار ألاغو في بام بيتش فلوريدا، رئيس أمريكا كان هادي ومتماسك، وعلق بعد كده على الشغل الرائع اللي عملته القوات المسلحة الأمريكية. دلوقتي لسه الوقت بدري الصبح، لكن كاراكاس كلها صحية وفايقة.
كل فنزويلا وجزء كبير من العالم كله بيتابعوا الأحداث بأنفاس محبوسة، وهم بيتفرجوا على الدراما وهي بتتطور. خارج أسوار الحصن، ميليشيات الكوليكتيفوس الموالية للحكومة نزلت الشوارع، وقادة الجيش الفنزويلي بيفكروا في خطوتهم الجاية. دفاعاتهم ممكن تكون ضعفت، بس لسه عندهم شوية مقاتلات سوفيتية يقدروا يطلعوها بسرعة، وميليشيات يقدروا يحشدوها. القوات الأمريكية عارفة أن تصرفاتهم قللت مستوى التهديد، بس ما قضوش عليه تماما، ولحسن حظهم المحاولة دي عمرها ما بتحصل، غالبا بسبب الفوضى المنظمة اللي الهجوم الجوي الأمريكي عملها في البلد كلها. فنزويلا فضلت في حالة شلل نسبي، وأثناء قوات دلتا فورس بيحملوا مادورو على الهليكوبتر وبيتحركوا ناحية حملة الطائرات اللي لسه واقفة قدام سواحل البلد الساعة 4:29 صباحا. بعد 2.5 ساعة بس من بداية العملية، مادورو بيوصل على حاملة طائرات أمريكية وبيبدأ رحلته لنيويورك. مع شروق الشمس في نفس اليوم، النصف الغربي من الكرة الأرضية اتغير رسمياً للأبد. الرئيس ترامب بيطلع في خطاب متلفز وبيعلن أن الدكتاتور الخارج عن القانون مادورو تم القبض عليه بنجاح، وهيتحاكم في المنطقة القضائية الجنوبية في نيويورك بتهم الإرهاب المرتبط بالمخدرات وغسيل الأموال. عملية العزم المطلق اللي بعض الناس صنفوها كواحدة من أقصر الحروب في العالم كانت نجاح ساحق. أمريكا حققت أهدافها من غير أي وفيات أمريكية، و7 بس اتصابوا. من ناحية فنزويلا، العشرات من الجنود الفنزويليين والكوبيين اتقتلوا، ودفاعاتهم الجوية ومنشآتهم العسكرية اتدمرت، والنظام الكارثي اتقطع راسه. عملية العزم المطلق أثبتت أنه عملية استخلاص دقيقة ممكن تفكك نظام بالكامل تحت جنح الظلام. لكن بعد شهر واحد بس، أمريكا أثبتت أنهم مش محتاجين حتى الظلام عشان يورونا إزاي نفذوا عملية اغتيال مثالية في وضح النهار للمرشد الأعلى لإيران. اضغط على الفيديو اللي قدامك دلوقتي، وهنشوفك في الحلقة الجاية من برنامج ساحة المعركة.